انت تبقي مين اصلا عشان تقولي مين يقعد ومين ما يقعدش؟ انا فرح الجميل، حرم صلاح ابو العلا صاحب المكان ده. ليه بس بتاخدها بالمعنى ده؟ لو ابنك بريء فعلا اكيد هيبان. ارجع يالا، تعال طاري يا عمر. كفايه يا صلاح ليه؟ بس يكون في قلبك ان عمري في حياتي ما هنسى لك الموقف ده. ايه يا صلاح؟ ماله نيازي؟ ايه يا صلاح؟ افهم كده انك هتفرط في حق عمر؟ صدقيني يا فرح والله العظيم انا نفسي ما انا عارف. في ايه يا صلاح؟ عمر ماله عمر؟ لقيوه مرمي في طريق اكتوبر. هلا خير في ايه؟ بابا يا ناجي بابا. ماله بابا؟ جايبين حاجة جامدة قوي على فكرة، صورة لبابي ومامي. اللي تفكر فيه مش هيحصل، الولاد مش ممكن تبعدهم عن بعض. ماما تصدق ان ولاد سيد عبدون طلعوا ارجل منكم مليون مرة يا يوسف بيه؟ ممكن يا حضرة الظابط احمد ابني هنا بيعمل ايه؟ انا ما غلطتش يا زوزو، وبعدين انا كنت بعمل الواجب اللي كان المفروض تعمليه انتي. والله عالية هانم، بتعرفيني ازاي اعمل الواجب والاصول، بس العيب مش عليكي، العيب عليا انا، لان انا اللي اخدتك على كده، دي اخرتها. مالك؟ ما هو سليم اهو. بعد اللي حصل منك معايا الليله انا ارفض اني اكون معاك في مكان واحد يا معالي الوزير. انا تعملي معايا كده ليه؟ انا من يوم ما عرفتك بعاملك بمنتهى الاحترام. يا ما حذرتك قبل كده وقلت لك اي تصرف مجنون منك ممكن يودينا في 60 داهيه. ايه يا حسام مين؟ شايل لي سلاح وراح تخانق مع ابن حافظ العدوي؟ ايه بقيت بلطجي حضرتك في السوق؟ مش مسألة رفض أو قبول، هو ده المنطق، الحقيقة اللي انت مصرة تتجاهليها. اسم صلاح ابو العلا من يوم ما بقاله وجود محدش قدر يمسه. انت فاكر اني هسكت على الجريمه دي ولا هتخيل عليا الاعيبك اللي عمال تعملها معايا؟ زي ما اتفقنا من الاول، احنا كل اللي يهمنا مصلحة اخونا، بس طبعا يهمنا اكتر فرح الجميل ما تحطش ايدها على مليم ثروته. هو ده الخوف والرعب اللي كنت عايز اشوفه عليك من زمان. انت ما تستاهليش غير الموت.